ازيكم يا شباب؟ معاكم ادم احمد، والنهارده ان شاء الله هنلخص مع بعض درس الانزيم. بس ما نبدا، ما تنساش اللايك بتاعك الجميل، ويلا بينا. اول حاجه، ايه هو تعريف الميتابوليزم؟ طيب يا معلم، الميتابوليزم it's a group of biochemical reactions are taking place inside the living cells in which includes anabolism and catabolism to help in growth. يعني ايه الكلام ده؟ تعال اقول لك انا بقى ايه الكلام ده. مبدئيا الميتابوليزم ليه نوعين، وهو الانابوليزم والكاتابوليزم. نبدا بالانابوليزم، وهو بتبقى عمليه بناء. It's a process of using simple molecules for building more complex substance. بمعنى ان انت بتبني جسمك بعمليه بناء. الكاتابوليزم هو ان انت بتكسر، بتاكل عشان تحرق الاكل ده وتطلع انرجي. وخليك عارف ان اللي بيسرع عملية الكاتابوليزم والانابوليزم هو الانزيمز. والعملية دي بتحصل لما الانزيم بيمسك في السبتريت، فده اللي بيشتغل عليه الانزيم اصلا. ولما بيمسكوا مع بعض بيعملوا كومبلكس. وبيعملوا كومبلكس فين؟ في المكان اللي اسمه اكتيف سايت. وخلي بالك ان وجود الانزيم بيقلل التايم وبيقلل الاكتيفيشن انرجي، زي ما موجود في الجراف اللي قدامك ده. ان الاكتيفيشن انرجي كانت عالية لما ما كانش فيه كاتاليست. فالكاتاليست هو اللي بيسرع عملية زي ما قلنا اللي هو التايم والاكتيفيشن انرجي. وفي برضو فاكتورز بتأثر على الانزيم زي التمبريتشر، الانزيم كونسنتريشن، والبريسنس اوف هيبيتورز، والبي اتش، والسبستريت كونسنتريشن. وبكده هنبقى خلصنا بارت 1 من درس Chemical Structure of Living Organisms Bodies Enzymatic Reactions. ولو عايزين ان شاء الله بارت 2 انا هشتغل عليه، بس اكتب لي كومنت يدعمني عشان دعمك بيفرق معايا جدا. وبس اتمنى يكون عجبك الفيديو والشرح. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.